طيب رجعنا تاني لبرنامج مواصلات مصر. النهارده هتكلم على حاجة أنا عن نفسي بتمسني، وهي لما تكون في مواصلات عامة. طبعا المواصلات العامة عندنا في مصر هي الباصات أو الأتوبيسات الهيئة، تمام، تكون فيها ويطلع حد ذوي احتياجات خاصة أو حد من كبار السن أو حد عنده أي مشكلة أو وما بنلاقيش حد بيقوم يساعد أو حد يقوم يقعد حد. الموضوع ده بيصدقني اكتر موضوع. انت كإنسان عندك رحمة هينرفزك وهيتعبك نفسيا كمان لو فكرت فيها من اكتر من ناحية. انك تلاقي مثلا حد فوق ال60 سنة ولا ال50 سنة واقف، تلاقي ست حتى لو بنت ومعلش انت كراجل قاعد وشايف ان هي بنت واقفة، فلا يطلق عليك كلمة راجل خالص خالص من كل النواحي. حتى لو هي هتنزل كمان خطوتين ممكن تقعدها، وممكن لما هي تنزل تقعد مكانك تاني عادي. بس حتة الرحمة، حتة الذوق، يكون عندنا ذوق، بس ان نراعي ظروف الاخر، بالذات في حاجة زي المواصلات. اصلا معلش انت مش وانت نازل مش هتاخد معاك الكرسي الدقيقة اللي هتقعد فيها الشخص دوت ولا هتقعد فيها، او حتى لو وقتك خلاص الكرسي اتاخد منك وقعدت حد محتاج فعلا الكرسي ده، صدقني انت هتبقى مبسوط جدا. اتمنى اسمع رأيكم في الكومنتات، ولو اي حد حصل معايا موقف في مواصلات يكتب لي في الكومنتات. مواصلات مصر.